الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. وإخوانكم الآتين إليكم يعزونكم في فقيدكم غفر الله له وعفى عنه وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله. اللهم لا تفتنا بعده واغفر لنا وله. وبعد أيها الإخوة، في هذه الليلة المباركة، ليلة الجمعة التي توافي 28/8/1424، هذه الليلة نريد أن نتكلم كلمة قصيرة عن مقدم هذا الضيف الجديد، ألا وهو شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. وقد كتب الله الصيام على الأمم التي قبلنا، وكذلك كتب الله الصيام علينا من بعدهم، ولكن الله فضلنا بشهر رمضان كما فضلنا بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم، وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر ونؤمن بالله. هذا الشهر المبارك ينتظره المسلمون أكثر من 6 أشهر، فقد ولله الحمد اقترب أمره. هذا الشهر المبارك كان السلف الصالح يسألون الله 6 أشهر أن يتقبل رمضان منهم، ويسألونه 6 أشهر أن الله يبلغهم هذا الشهر المبارك. هذا الشهر أحد أركان الإسلام الخمسة التي ذكرها عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. هذا الشهر فرض على نبينا صلى الله عليه وسلم في السنة 2 من الهجرة، وصامه المسلمون. هذا الشهر يفرح به كل مؤمن، ويكره والعياذ بالله كل منافق أن تقدم عليه الطاعة من رمضان أو غيره. فعليكم بالاستبشار بهذا الشهر المبارك، وسأل الله أن يبلغكم هذا الشهر وأن يرزقكم قيامه وصيامه. قال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. إيمان أنه فرض من فرائض هذا الدين، واحتساب الأجر على الله لا على غيره. ومن قام رمضانا إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فرض الله صيامه، وسن رسول الله صلى الله عليه وسلم قيامه. هذا الشهر العظيم أنزل الله به القرآن. هذا الشهر العظيم صارت الفتوحات الكبرى في شهر رمضان، معركة الإسلام الكبرى بدر الذي فصل الله بها بين الكفر والإسلام. أنقذ الله سبحانه وتعالى في هذه المعركة أولياء الله، نبي الله وأصحابه، وصار الفوز لهم. ولهذا الشهر لا يظنه بعض الناس أنه مجرد شهر أكل وشرب ونوم وكسل، والعياذ بالله، بل هو شهر النشاط. الله عز وجل يقول: استعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. هذا الشهر من أعظم الشهور أيها الإخوة في الله، فعلينا أن نغتنم صيامه وقيامه، نرجو من الله سبحانه وتعالى القبول. هذا الشهر فيه ليلة خير من 1000 شهر. العامل في هذه الليلة التي يتقبلها الله سبحانه وتعالى كأنه عاش 83 سنة، وهي 1000 شهر عند الله عز وجل، وفي الحساب 83 سنة. فلهذا أجر عظيم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هكذا أخبر المصطفى صلى الله عليه وسلم. هذا شهر القرآن وتدارسه. كان علماء السلف رضوان الله عليهم يهجرون حلقات العلم ويقبلون على القرآن، لأن فيه من الأجر والثواب ما الله به عليم. يقول صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيع لأصحابه. وقال صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ويقال لصاحب القرآن يوم القيامة:
اقرأ ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، والحرف بحسنة والحسنة بعشر أمثالها. فبادروا بارك الله فيكم بقراءة هذا الكتاب العظيم، سواء كان في رمضان أو غير رمضان، ولكنه في رمضان أكثر أجر وثواب. فمن الناس من يختم في هذا الشهر في كل ليلة، ومنهم من يختم في 3، ومنهم من يختم في 10، ومنهم من يختم في 30، ومنهم من يختم في 20، وهكذا. فبقدر استطاعتك لا تفرط في قراءة القرآن في هذا الشهر المبارك. وهذا القرآن أيها الإخوة ما جاء به ليتغنى به الإنسان فقط، وإنما ليعمل بأوامره ويجتنب نواهيه ويبتعد عما يسخط الله سبحانه وتعالى. كذلك دروس العلم وحضورها أيضا مفيد في هذا الشهر المبارك، والصدقات أيضا، والزكوات أيضا، فإن الذي يدفع فيه شيء من المال سواء من زكاة أو غيرها فالأجر عند الله سبحانه وتعالى. ولهذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم تفطير الصائم قليل من ماء أو رطب أو تمر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وأفضل الإفطار على الرطب ثم التمر ثم الماء. ولهذا كان بعض السلف إذا جاءه سائل يسأله وهو صائم في يوم رمضان يدفع فطوره له، مثل عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كان يتسابقون في الخيرات ولم يبقى من الأعمال شيء أيها الإخوة. فهذه فرصة أن الله سبحانه وتعالى مكننا من هذا الشهر أننا نبذل فيه الخير، فلا نعلم أنوى فيه السنة الآتية أم أننا نرحل عن هذه الحياة. فابتدروا الأعمال الصالحة فإنها فرصة للإنسان إذا وجد نفسا في هذه الحياة أنه يجعله في طاعة الله سبحانه وتعالى. واعلموا بارك الله فيكم أنه يجب على المسلم أن يتقرب إلى الله بما يرضيه، كإطلاق الهجر. إن بعض الناس تأتي السنة والسنة وهاجر أخيه في شيء لا يعتبر شيئا. ولهذا من المحرومين من أجر ليلة القدر المتهاجرين لا ترفع لهم أعمال ولا ينظر فيها يوم الخميس ويوم الاثنين، وكذلك ليلة القدر، فإن الله سبحانه وتعالى لا ترفع إليه أعمالهم حتى يسلم بعضهم على بعض ويسامح بعضهم بعض ويعطي بعضهم حق بعض الذي هو عنده. فإن نبيكم صلى الله عليه وسلم هي الأسوة، فقد عرض نفسه قبل الموت صلى الله عليه وسلم فقال: من كان عند لأخيه مظلمة فليأخذها أو يرد هذه المظلمة، ومن كان له عندي قبل أن يأتي يوم لا درهم فيه ولا دينار ومن كان عندي له مظلمة فليأخذها. فتقدم إليه الصحابي يقول: يا نبي الله أنت فعلت بي كذا وكذا. فعند ذلك سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه له كي يأخذ حقه، مع تباري الصحابة في الدفاع عن نبيهم، ومع ذلك لم يرضى إلا أن يأخذ حقه من النبي صلى الله عليه وسلم. فلما كشف النبي صلى الله عليه وسلم عن ظهره قبله الرجل، وكان يظن الصحابة أنه ينتقم من النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان هذا نبينا قد عرض نفسه للقصاص قبل الموت فيجب أن نتأسى به، إما كلمة قلتها لأخيك خطأ أو شيء فعلته من الأشياء، يجب أن تتوب إلى الله وترجع إلى الله. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: خير المهاجرين من يبدأهم بالسلام. فالواجب على المسلم أنه يتخلى عن هذه العادة الذميمة التي تحمل النفوس ما لم تحمل. واعلموا بارك الله فيكم أن هذه الحياة زائلة لا شك بذلك، وأنها فانية. قال الله سبحانه وتعالى: كل شيء هالك إلا وجهه وكل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فيجب أن نترقب وصول الموت إلينا في أي لحظة من اللحظات. إذن ما دليل الاستعداد؟ هل دليل الاستعداد بالكلام أو بالفعل؟ الصحيح بالفعل،
يا أخوان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، فإنها آجال معلومة وأرزاق محدودة عند الله سبحانه وتعالى، فمتى انقطع الرزق قرب الأجل، ومتى قرب الأجل انقطع الرزق، لا شك في ذلك. إذا نستعد ونكون على هبة الاستعداد بطاعة الله سبحانه وتعالى. واعلموا أنكم لن تبلغوا الجنة بأعمالكم فقط، وإنما بأعمالكم ورحمة الله سبحانه وتعالى. ولن تبلغوا الجنة بالأحساب ولا بالأنساب ولا بمراتب الدنيا، وإنما تبلغونها بالأعمال الصالحة الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكرس أيامه ولياليه في ابتغاء مرضات الله، مع أنه قد بشر بالجنة صلى الله عليه وسلم، وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه، ومع ذلك يصلي النوافل حتى تفطرت قدمه. قالت عائشة رضي الله عنها: يا نبي الله، ألم يغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: بلى. قالت: فلماذا؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا. فالعبد الذي يخاف الله ويرجوه كلما زاده الله عمرا زاد لله طاعة، وكلما زاده الله صحة زاد لله طاعة، وكلما زاد أمنا زاد لله طاعة. والإيمان عند أهل السنة والجماعة يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، فكلما ازددت طاعة كلما زاد إيمانك، وكلما تأخر كلما نقص إيمانك. فاحرص على زيادة إيمانك حتى تلقى الله، فإنك لا ترضى بالمنزلة الدنيا، وإنما تريد المنزلة العالية الذي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى، فإن عرش الرحمن سقف الفردوس. أيها الإخوة بالله، علينا أن نبادر ونترك ما عندنا من المعاصي، ونهب إلى طاعة الله سبحانه وتعالى، ونترك ما يغضبه. فكم من متربص أمهله الله، كم من متربص بالمعاصي وبالذنوب قد أمهله الله لعله يتوب، وإلا الله مو بعاجز في أخذه. ولذا ورد بالحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وسنده صحيح أن الله قد أعذر في رجل أبقاه الله إلى سن 60، فليحاسب الإنسان نفسه، هل هو قريب من 60 أو أنه بعيد منها، ويعلم أن الموت إذا جاء لا يميز بين كبير ولا صغير. إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وقال صلى الله عليه وسلم: أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70، وقليل منهم ما يتجاوز ذلك، قليل ما يتجاوز ذلك، وقد يتجاوزه وعنده قليل من الذهن أو قليل من الصحة، ولكن لا بد أن يكون هناك ترد في الصحة، ترد في النظر، ترد في القوة. فلذا استخدم هذه القوة فيما يرضي الله سبحانه وتعالى حتى تنال المنى والأجر عند الله تبارك وتعالى. وبادروا، لا تغفلوا، فإن الغفلة عظيمة، الغفلة تنسي صاحبها العمل الصالح. ولذا علينا المبادرة فيما يرضي الله سبحانه وتعالى، وعلينا إعطاء الناس حقوقهم، وعلينا معرفة الحق من الباطل، وعلينا التقرب إلى الله بما يرضيه. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فبادروا بارك الله فيكم إلى ما يرضي ربكم سبحانه وتعالى، واغتنموا الفرص واغتنموا المهلة التي آتاكم الله سبحانه وتعالى إياها قبل فوات الأوان، قبل أن تقول نفس: يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. فإن هذا الندم لا ينفع، عندما ينزل القضاء بالموت لا ينفع هذا الندم. بارك الله لنا ولكم فيما سمعنا، وهدانا سواء السبيل، وأرانا الحق حقا واتباعه، وأرانا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وصلى الله وسلم على محمد.